السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة. مرحبا بكم مع فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كيك يومي اقتصادي كيجي هشيش خفيف بمكونات جد بسيطة. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تدعموني باللايكات والتعليقات ديالكم، وما نطولش عليكم خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. نبداو على بركة الله. خديت واحد الاناء ندير فيه 3 حبات ديال البيض يكونوا بحارات الغرفة. انا عندي حجم ديال البيض متوسط. وغادي نزيد واحد الرشه ديال الملح لتصحيح الذوق. من بعد غنضيف كاس سكر ثاني حبيبات. انا هنا كاس نقص منه تقريبا واحد المعلقه كبيره باش ما تجيناش كيكه حلوه بزاف. غنضيف هنا كيس سكر بنكهه الفاني، وغنطرب كلشي مزيان غير بالطراب اليدوي. ممكن تستعملوا مولينيكس اولا الطراب الكهربائي لكم الاختيار. كنطرب مزيان حتى كتساج ليا سنيده مع البيض. هنا غادي نزيد نضيف نصف كاس من زيت المائده. بالنسبه لقياس الكاس فانا كنعبر بكاس ديال العنبه. اللي متوفرش عندنا الكاس ديال العنبه يعبر غير بكاس واحد، كاس ديال اتاي يعبر به المقادير كامله باش كتجي المقادير مضبوطه. كنستمر في التحريك بهذه الطريقه. هنا غادي نزيد كاس ديال الحليب وغادي نضرب مزيان. ممكن تعوضوه بكاس ديال البرتقال اولا ياغورت ديال الفاني. استعملوا داكشي متوفر عندكم في الدار. دابا غنبدا باضافه الدقيق. ضفت الكاس الاول دفعه واحده بهذه الطريقه. نغربلو مزيان فوق الخليط. ضروري ما نغربلو الدقيق فوق الخليط ديال الكيكه باش كيدخل فيها الهواء لداخل. غادي نخلط مزيان حتى ما يبقاش حبيبه ديال الدقيق. عاد نزيدو نكملو الدقيق. غادي نزيد نضيف الكاس الثاني بنفس الطريقه حتى هو نغربلو. نكمل في التحراك بهذه الطريقه حتى كيدخل ليا الدقيق، ونشوف الا كان خاصني نزيد الدقيق. والدقيق يبقى على حسب نوعيه ديال الدقيق، كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش. هنايا زدت واحد ربع كاس ديال الدقيق مع جوج اكياس من خميره الحلويات من فئه 7 غرام، المجموع 14 غرام. وحتى هي كنغربلوها بنفس الطريقه ديال الدقيق. غادي نخلط كلشي مزيان بهذه الطريقه. نشوف الا كان بقي خاص دقيق غادي نزيد دقيق. هنا المجموع خديت ليا كؤوس وربع ديال الدقيق. نتحصلوا على هذا القوام هذا. هنا خديت واحد الزلافه غندير واحد الكميه ديال الخليط باش غنضيف ليه واحد الكاكاو هو اللي غنزين به في الوسط. هنا غادي نضيف معلقه كبيره ديال الخل الابيض. استعملوا اي خل متوفر عندكم. انا ديما كنستعمل الخل في الكيك، كنضيف واحد المعلقه في الاخير. الخل كيعوض محاسن الكيك، كيجيبها خفيفه وكتصبر مده طويله. هنا غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال الكاكاو الاسود المر ماشي اللي يحلو، وغنخلط مزيان بهذه الطريقه. الا جاتني ثقيله شويه غنضيف ليها شويه الحليب. هنايا جاتني ثقيله شويه ضفت لها معلقه كبيره ديال الحليب وغنخلط باش تخفف ليا شويه، حيت خاصها تجيني بحال الخليط ديال الكيك تكون خفيفه شويه ما تكونش ثقيله. هنا خديت القالب ديال الكيك دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. استعملوا اي قالب الكيك متوفر عندكم في الدار، مربع اولا مدور. غنخوي نصف كميه ديال الخليط، غير نصف. من بعد غادي نزيد نخوي من الفوق داك الخليط اللي بالكاكاو بهذه الطريقه هذه. هذه الكاكاو يبقى اختيار، ممكن نستعملو ممكن لا. هو كيعطي واحد الزخرفه للكيك وكيعجب حتى وليدات الصغار.
وغادي نخوي الخليط اللي بقى ليا ديال الكيكه من الفوق بهذه الطريقه. وفي هذا الاثناء راني نشعل الفران كيسخن. دابا غندخل الكيكه الفران طيب على 170 درجه. الا كان عندكم فران ديال الكهرباء فشلوا من الفوق ومن التحت، والا كان عندكم فران ديال الغاز شعلوا ليها غير العافيه تكون من التحت حتى تدوز واحد 35 دقيقه. تشوفوها نشفات عاد تبدا تحمر الوجه ديالها. ما كتاخذش بزاف د الوقت، تقريبا من 40 دقيقه حتى ل 45 دقيقه. هنايا من بعد ما طابت وخرجتها من الفرن خليتها حتى بردات ليا مزيان، حيت الا قطعناها وهي سخونه غتبقى تفرتت لينا. التزيين كيبقى مزيان اختيار، زينوا داكشي متوفر عندكم في الدار اولا ممكن تخلوها غير عاديه. انا هنا خديت كاس اسود دوزتو في حمام مريم، زدت ليه 2 معالق كبار ديال الماء مغلى ماء سخون، وكتبقاو تخلطوا بالملعقه حتى كتولي على شكل صوص. درتو فواحد البلاصتي كنقطع بالمقاس من الراس ديالها، وغنبقى ندير لها خطوط عشوائيه بهذه الطريقه هذه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه. غادي نقطع معكم تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. كتجي كيكه رخاميه رائعه بزاف، هشيشه ومذاق ديالها زوين واقتصاديه. كتقدمها في الكوتي كتجي رائعه بزاف. كنتمنى تكون عجباتكم وصفه اليوم. ما تنسوش تدعموني باللايكات والتعليقات ديالكم. والا كنتوا اول مره غادي تزوروا القناه مرحبا بكم، اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا على المتابعه، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.